السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم على قناة إبداعات ندى. إن شاء الله النهاردة الفيديو بتاعنا هنشوف مع بعض إزاي نشيل اللبان من على الملابس بطريقة عملية قدامكم. طبعا ده تيشيرت كان كبير فيه لبان وأنا ما شفتوش واتغسل طبعا للأسف. أنت المفروض تعملي الحركة دي قبل ما تغسليه. أنا طبعا كنت غسلته وما شفتوش إلا بعد ما اتغسل. بتجيبي منديل وتجيبي مكوى وتفضلي تدوسي على المكان اللبان عشان اللبان يسيح ويطلع في المنديل معاكي. بس كده ما خلصناش، لسه في خطوة تانية. انا بس على ما اللبان يطلع كده ويسيح معايا حابه اقول لكم ان انا جربت طريقه الفريزر، ان انا احطه في الفريزر عشان اللبان يتجمد وارجع اشيله. لا، ما نفعتش معايا. الطريقه دي الوحيده اللي جابت نتيجه معايا سريعه، حبيت انقلها لكم. تفضلي كده تحطي المنديل كل شويه وتدوسي بالمكوى بحيث ان اللبان يسيح ويطلع في المنديل او في اي قماشه قطن عندك. زي ما انتم شايفين طلع كتير ازاي، يعني كميه كبيره من اللبان طلعت. وانا هوريكم دلوقتي ازاي ما نسيبش اثر خالص، يعني نطلع كل بواقي اللبان، يعني حتى لو في بواقي هتطلع بسرعه معانا. كده زي ما انتم شايفين انا شلت اللبان، بس لسه في بواقي بسيطه هتبان دلوقتي معاكم. يعني هو في بواقي مش باينه في الكاميرا قوي، بس في لسه بواقي بسيطه من اللبان. فهنعمل ايه بقى عشان نشيل البواقي دي؟ حاجه بسيطه قوي. هتجيبي عندك ملح الاكل او ملح الطعام اللي بيستخدموه في المطبخ، وتحطي على مكان اللبان شويه ملح، ونفس العمليه بقى تحطي عليها منديل وتبتدي تدوسي عليها بالمكوى. الملح ده بقى فايدته ايه؟ هيشرب كل بواقي اللبان، وهتبصي تلاقيه بيتفرك معاكي كده وبيطلع معاكي خالص، ومش هيسيب اي اثر. زي ما انتم شايفين اهو بفركه كده طلع معايا خالص اهوت، وما بقاش فيه اي اثر للبان. وبس تغسليها وخلاص بقى. دي كانت تجربتي في ازاله اللبان، اتمنى تكونوا استفدتوا. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو لو استفدتوا منه، وتشيروه مع اصحابكم عشان يستفيد منه اكبر عدد. واشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني على قناه ابداعات ندى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.